السلام عليكم. مركز جراحات الشخير، ومن فضل ربنا علينا من نجاح لنجاح. معانا علي حسن 26 سنه، للاسف كان عامل عمليه حاجز انفي وغضاريف قبل كده، ويعني اتحسنت بعد العمليه الاولانيه يا علي؟ من اول يوم. عملتها من كام سنه؟ من سنه وشهر. من سنه اتحسنت بعديها؟ ولا اي حاجه، بالعمليات المضاعفات كمان. طب ايه رايك نشيل الدعامه اللي احنا حاطينها لك وبعدين نتكلم براحتنا؟ تمام. معاك منديل؟ يلا نظف كده مناخيرك كده وقول لي الدنيا اخبارها ايه. خد نفس كده بقى ونظف مناخيرك وقول لي. الحمد لله. ايه؟ احساس بصراحه ما حسيتوش قبل كده. انا سايبك براحتك اهو، والناس كلها بتتفرج عليك. الحمد لله رب العالمين. قول لي كده العمليه الاولانيه اللي عملتها من سنه، احكي لي كده. من اول يوم بصراحه تعب ودم كتير، تمام، صداع، كانت صعبه. اتحط لك فتيل ده 100 عمليه لوحده. الفتيل 100 عمليه؟ اتشال من غير تخدير؟ من غير تخدير. حسيت بايه وانت بتشيل؟ اكن روحي بتتسحب بالظبط يعني. روحك بتتسحب؟ ودلوقتي لما شلنا الدعامه؟ لا ولا اي حاجه، الحمد لله يعني. طب لما شلت الفتيل مره اولانيه كان في نفس كده؟ لا، شلت الفتيل وبعد كده رحت له بعد 10 ايام كان حاطط برضه دعامات زي كده، بس ما كانش برضه زي كده. دلوقتي بقى سيبك من اللي فات مات. تمام. احكي لي بقى، كنت بتشتكي بايه؟ اول حاجه كتمه نفس. تمام. ده كل ده بعد العمليه؟ بعد العمليه ده زاد كمان. زاد. تمام. كتمه نفس، مخاط على طول في الحلق. تمام. زغلله. تمام. صداع، كل ده يعني اعراض كتيره خالص يعني. قله نوم. بعد العمليه ما كانش الاول في شخير، بعد العمليه بيجي في شخير. دلوقتي بقى احنا عاملين العمليه من 10 ايام وشلنا الدعامه دلوقتي حالا، اخبارك ايه؟ لا تمام الحمد لله. طب ما تقولي الاول ال10 ايام بتوع اللي كان فيهم الدعامه كنت تعبان؟ خالص ولا اي حاجه ولا حتى لا، النفس كان نص كويس. تمام. بس ما فيش شخير، ما فيش تعب. تمام. بنام مرتاح. يا والله. والدعامه في مناخيرك؟ احسن من قبل العمليه بكتير. ودلوقتي؟ لا دلوقتي الحمد لله. فرق خالص كبير. ايه بقى الفرق؟ لا فرق كبير بصراحه. انت منين الاول؟ انا من سوهاج. من سوهاج. سوهاج كلها عندنا مش نصها. انت لما جيت كملت على كل سوهاج. تمام. بقى كلهم عندنا. انا لما جيت لحضرتك لو تفتكر اول مره لما كشفت قلت لك انا يا ريتني كنت عرفت حضرتك من الاول يعني. قبل ما اعمل العمليه. ولا يهمك. هي بس انا عايز اقول حاجه، ان من اصعب الحالات اللي بتجيلنا الحقيقه اللي بيبقى عامل عمليه قبل كده. ده ببقى يعني قبل ما اقوم من على المكتب واكشف عليه بدعي ربنا ان ينفع له عمليه اعاده حاجز انفي مرتين، لان كتير جدا للاسف عمليات الحاجز الانفي لما بتتعمل بيبقى فيها مشاكل كبيره جدا جدا جدا، للاسف ما بنعرفش نتدخل المره الثانيه. لكن علي الحقيقه من حظه ان احنا عرفنا نتدخل مره ثانيه، وتقريبا بفضل ربنا احنا 90% من الحالات بنتدخل فيها للمره الثانيه. فكان الحاجز عندك جزء معمول وجزء فيه تليف وفيه كسر جامد جدا في الجزء اللي جوه. تمام. فيعني انت تعبتني شويه بس مش مشكله، انا اهم حاجه عندي ضحكتك دي دلوقتي. الحمد لله. والنفس اللي انت بتاخده. مبسوط؟ الحمد لله مبسوط خالص. تمام الحمد لله رب العالمين. مين كان بيشتكي بسبب كتمه النفس بتاعتك؟ انت متجوز؟ متجوز. البيت عندك بصراحه المدام يعني ما حدش كان بيشتكي. تمام. لما سالت ولا حاطين في قلبهم وساكتين؟ زي كده. صح. حاطين اف في قلبهم وساكتين بقى. هو كان بعد العمليه كان الشخير وقله نوم. الاولانيه؟ بعد العمليه. تمام. شخير وقله نوم، بقوم بالليل اقعد على السرير كده. تمام. طب ودلوقتي قالت لك ايه بعد العمليه الثانيه دي؟ لا سالت بصراحه ما فيش خير، ما فيش اي مشاكل. والله الدنيا اتحسنت؟ الحمد لله. مبسوط 100%. يعني؟ هترجع تمام؟ ان شاء الله.
الحمد لله على سلامتك يا علي. سلامك يا دكتور. عايز تقول، انا عايزك تقول جمله واحده. انا أو والله كلمة. بعد العمليه الاولى رحت لدكاتره كتير. تمام. وللاسف كلهم كانوا بيقولوا لي ان العمليه كويسه وما فيهاش اي حاجه. لدرجه ان هم حسسوني ان انا انت اللي فيك حاجه. ان انا موهوم وان انا انت قلت لي، قالوا لي عندك حاجه نفسيه وحاله نفسيه، صح؟ زي كده. تمام. حتى الناس يعني قرايبي كانوا بيقولوا لي خلاص ما كفايه الدكاتره دي كلها يعني. تمام. فانا بصراحه متابع حضرتك من ساعه ما عملت، من بعد العمليه على طول. تمام. اول واحد شفته عندك كان في حد عامل 4 عمليات. ايوه. دي بصراحه اكتر حد شجعني ان انا اعمل عمليات. تمام. ترجع تقول لهم ايه في سوهاج بقى؟ لا، لو اي حد بيعاني بصراحه قول لهم بس ان انا بقيت كويس، بس مش عايز اكتر من كده. الحمد لله على سلامتك يعني. وسلم لي على اي حد يعني كان بيقول لك انا يعني انت تعبني، قول له خلاص انا دلوقتي مش هتعبك تاني. ماشي؟ الحمد لله على سلامتك يا علي. وده فضل من ربنا علينا زي ما بنقول، ومنورنا هنا. وزي ما بنقول دايما، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. مع تحياتي ودعواتي، دكتور هشام ابراهيم.